ذولا بناتك؟ لا هذيل اخواتي، امي ماتت قبل 5 سنين بمرض السرطان. هذا عقد الإيجار، أشتيكم تقروا الشروط اللي فيه عشان تقولوا تمام ونوافق على الإيجار. تمام؟ طيب تفضلي. بارك الله حياتكم وسكنكم. يا رب أنت الكريم ما أكرمك يا رب، خيرك علينا عظيم وأنت الغني يا رب. سلام، حياكم الله. كل شيء جاهز إن شاء الله. الأمور طيبة، الصوت ممتاز، الكاميرا الخلفية ممتازة، والكاميرا الأمامية جاهزة عشان ننطلق في مشوار سعيد من برنامج خاطرة مجبور. بتوجه إلى خارج فرزة انطلاق الركاب، لأن أغلب الأشخاص اللي بيكونوا خارج الفرزة بيكونوا دائما معدمين ماديا. فكرة هذه الحلقة بتكون مشوار على الماشي، وكالعادة المشوار بيكون مجاني بالتأكيد، بس في اختبار بسيط جدا. بتكون هذه الفلوس محطوطة بشكل عفوي، والشخص اللي بيطلع معانا ويرجع لنا المبلغ بيكون المبلغ جائزته وبالتأكيد من نصيبه. ومثل ما وعدتكم سابقا ما بظهر لكم الشيء السلبي أبدا. وين يا حاج؟ القطع. عفوا، قد خزنت صح؟ يلا الله يعينك. هذا نزل يشتري قات. أنا آسف. وين رايح وين؟ وين تشتي؟ فين شاف؟ شاف محل مشي قلت مراوة كيلو 16 جمال قلت انا ما فيش عمل يا اخي طبعا حالتي حالة. طيب اطلع. ما فيش عمل يا اخي انا كده نفسي ملك لما الغباء عندي. وين انت؟ انا يا اخي مديرية السخنة. ما هي ذي؟ زلط. مش حقك ذي؟ لا. متأكد؟ هنا كانت. شكلها حق صاحب اللي طلع معي. طيب ليش ما تشيلها لك؟ ليش بشيلها يا اخي حرام عليك. شوف الصندوق ذا؟ ايوه. ذي كاميرا وذي كاميرا، اشوف مش يرجع لي الفلوس ولا لا. لا حرام يا اخي. اها في حلالك. والله ان انا واجي من سفر. امشي. ساعة قلت لي في مطعم، ساعة قلت على رصيف، ساعة داخل مسجد، وساعة اسم بعد انا بدون فطور. من خلق السماوات والارض. الله يفتح عليك. انا استاذنك، انا بمشي. جمعه مباركه. ها علينا وعليك. على الماشي مشينا اليوم نجبر حتى لو خاطر. وين رايحين؟ رايحين حديدة. اوصلكم معي؟ لا تسلم. ليش؟ لا تسلم. ولا ندري لمن مقسوم هذا. انا رايح الحديده اصلا. احنا نبغى باصل عشان معنا 500 نعطيه. 500؟ ايوه معنا 500 نعطيه، ما هناك نحاسبه الباقي. بتحاسبه هناك؟ طيب انا كذا ما بشيلش منك فلوس، انا بوصل يعني مجان. يعني بلاش. ايوه بلاش. هذه حصلنا فلوس. ها؟ حصلنا فلوس هنا. هذه مش حقي، يمكن حقكم. لا احنا ما فيش معنا 500 بس. ما هي حقي. تأكدي مش حقي هي. لا والله ما في معنا الا 500. بس انا ما فيش معي فلوس معي هنا عشان. يمكن حتى الأمان ونسيها، أما هي ما هي حقنا والله. طيب شكرا. ايش معاكم في الحديدة؟ ساكنين في الحديدة، واتصل بنا واحد قال نزلوا له بعجل بيعطينا مساعدة الخواتي حق المدرسة. نزلنا دكينا عليه ما يجاوب، جواله مقفل. ما رد. يعني ما يردش عليكم؟ ما رد علينا. بعد ما نزلكم لباجل؟ بعد ما نزلنا له بعجل ما رد. الله. في بعض الناس اصلا تنام يوم الجمعة وكذا فشكله نايم او شيء. ما ادري من جواله مقفل ما رضيش يرجع علينا. احنا نزلنا. ذولا بناتك؟ لا هذيل اخواتي، امي ماتت قبل 5 سنين بمرض السرطان. انا اسف اني زعلتكم والله. هذا يا اخي بيد الله، مش بيدك ولا بيد حد. هذا الله حاكم علينا، الله كتب علينا. توفى له ابوي قبل سنه. الوالد توفى كمان؟
قبل سنة أيوة، نفس المرض حق أمي. كم معك خوات؟ 6 وأنا السابعة. أنا الكبيرة فيهم. ما فيش ولا رجال؟ ما فيش معنا أخوان، ما فيش، كلهم بنات. وما هنا حد يشتغل علينا ولا شيء. أنا الكبيرة فيهم. أنا لقيت صحات وحطب عليهم كلهم عشان مش يتأذبون. البيت اللي جلستوا فيه في الحديدة ملك ولا إيجار؟ لا إيجار. مستأجرين الشهر ب20,000. كل شهر يقول خرجوا من البيت، خرجوا. هات فلوسي ولا خرجوا. يتوسط لنا ناس ويرجعونا. إيجار بيت ولا مصاريف بنات ولا مدرسة ولا ما نسوي. أنا ما أسوي إلا صحات وقطر. أجمع حصل لي 500 أحيانا 1000 ريال. كان معانا فراشات نرقد عليها بيناها في الحراج علشان نهب البوية حق الكفن وحق الثالث. ما عاد معانا فراشات ولا معانا شيء. معانا كل واحدة معاهم خدو تفرش ملابسها ترقد. اليوم اللي ما بيش في حطب ب300 ب500 ما ناكلش انا واخواتي السبت. جيراننا ما بنخرج عندهم والله نموت داخل يا اخوي. يجوا احيانا والله العظيم بدنا انتحر. لكن خواتي اللي صار خواتي يعني بنات طايشات شباب. بعد إذنك بس بجنب شوية. شوفي احنا برنامج تجارب اجتماعية تمام. الصناديق هذه كاميرات، يعني هذه كاميرات. احنا نصور تجربة اجتماعية، نحط الفلوس هذه ونشوف الشخص اللي رجعها تكون حلالة. لا حرام حق الناس. احنا ما نقدر ناكل حاجة حرام. ونعم نشتغل على حاجة حلال وناكلها حلال، ما ناكلش حرام والله. وهذه الآن حلالكم من نصيبك. لا احنا ما نبغى فلوس والله. رجعها الراعيها. لا هي حقنا واحنا عملنا كذا تجربة. احنا ما عملناش كذا علشان نشوف فلوس. الله المستعان. احنا نشاء لله. طيب تفضلي شيلي. بس احنا نشاء لله. يعني مش صدقة ولا عطية من أحد، جائزة. والله تجي فوق تاسس إيجار البيت تسكن أنا وخواتي. هانا صاحب البيت، هانا بهذلنا في الشوارع. شوفي أنا بسألك سؤال ثاني ولو جاوبت عليه بتحصلي جائزة. 6 في 6 بكم؟ كم؟ 36 ما شاء الله. 36. طيب الجائزة بتكون إنه بندفع عنك الإيجار اللي عليك كامل. وفوقه إيجار شهرين إن شاء الله. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. أهم شيء عندنا إيجار البيت السدد. كل شيء سافر. بين حالة نفسية من كثر ما أنا محملة خواتي، من كثر ما أنا محملة إيجار البيت، مصاريف المدرسة كلها علي أنا، كلها أنا مسوي. لا ونعم بك والله إنك جبل. شوفي شو أقول لك حاجة. كم من رجال مثلك وانتحر وهو رجال تمام، وكم من واحد يعني في مكانتك رجع يشحت، وكم من واحد يعني كذا في مكانتك وانهار الحمد لله، ويرجع له إرهابي يا رجع مجرم يا رجع. فانتي مع وضعك وانتي بنت متحملة ذا كلها شد لانك جبل. والله أنا الكبيرة فيه وأنا متحملة إني كله. شوفي ربي دائما بيعوض، ربي يعوض دائما. الحمد لله ربي. صلي على رسول الله. الله يسلمك. أنا أستأذنك لأنه إحنا مشغولين الآن، والجائزة اللي قلت لك عليها حق الإيجار تمام؟ إن شاء الله. بجيبها لا عندكم الآن. اشتي نزلكم عند واحد صاحبي خليه يوصلكم للحديدة تمام؟ طيب. وأنا برجع. طيب. ده السيارة اللي بتوصلكم. لا تنسى. إن شاء الله. الله يسلمك. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية المحطة الأولى، المحطة التي تسبق البداية. نراكم بعد قليل في أمان الله. سلام، ها نحن نعود لهم كما وعدناهم بأن ندفع أجار منزلهم القديم، ولكننا تفاجأنا بأن المنزل الذي استأجروه لم يكن مرضيا، بل كان موحشا وغير قابل للعيش. فأخبرناهم بأننا سنغير الفكرة ونستأجر منزلا بطريقتنا، وهم الآن في الطريق لمشاهدة هذا المنزل إن كان مرضيا بالنسبة لهم. ربما يكون هذا المنزل متواضعا ولكنه مكتمل ببساطته، فقد اكتمل فيه الأثاث البسيط وأدوات المطبخ والسلة الغذائية والطاقة الشمسية وماكينة الخياطة. المشروع المفضل هنا. بسم الله وعلى بركة الله نواصل. اشتيك تعملي لفه في البيت وخواتك تشوفي لو كان مناسب نستأجرها لكم. ما شاء الله تبارك الله. الأثاث والأدوات اللي داخل البيت حتى الطاقة الشمسية والكل حقكم، يعني اشتريناها لكم مش لصاحب البيت. ايوه يعني بنقول مرة في بيت ثاني لنا نشيلها معنا. حتى لو نقلتم بيت ثاني حقكم. تعالي شوفي الباقي. عندنا الماكينة؟ ايوه هذه الماكينة حقك. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله نكون فيها ان شاء الله افصل لك شمس. فصلي لي شميز. ما شاء الله ما شاء الله. ان شاء الله كل واحدة منكم تعمل لها مشروع كذا
المهم تكملوا الدراسة. تمام. حقيقة قمنا بشراء هذا المنزل وإصلاحه وتأثيثه لهم، يعني بأنه سيكون ملكا لهم وليس بالإيجار، بالإضافة إلى ماكينة خياطة ومبلغ متواضع لكل واحدة منهن لعمل مشروع بسيط لاستكمال دراستهن. تعالوا بس بقول لكم حاجة. طيب. هذا عقد الإيجار، أشتيكم تقروا الشروط اللي فيه عشان تقولوا تمام ونوافق على الإيجار. تمام. طيب. تفضلي قرنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيات طيبة وبعد إلى خواتنا العزيزات، إن هذا البيت وكل ما فيه من أثاث وممتلكات هدية لكم، بارك الله حياتكم وأمثالكم. يا رب أنت الكريم ما أكرمك يا رب، خيرك علينا عظيم وأنت الغني يا. لابد للسعادة أن تتسلل يوما إلى القلوب الحزينة، المهم أن يكون الصبر والأمل رفيقا للكفاح والرضا. أراكم على خير، دمتم في رعاية الله.